الجديد في القضيه اليوم السيد الوزير مبدع. كيف ما كتعاينوا تقريبا هذه الساعة الواحدة صباحا عاد راه تم الانتهاء من الإجراءات ديال الاستماع. هذا الملف اللي تقدمت فيه المحكمة اليوم ما يزيد على 13 متهم. حوالي الساعة الثانية كانوا أمام السيد الوكيل العام، واللي ما فرج على الملف باش يتحال على استدقاء التحقيق يعني بداية حتى الساعة 9 مساء. بعد ذلك بقينا في إجراءات الاستماع أمام استدقاء التحقيق اللي قرر إيداع مجموعة من المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، من بينهم للأسف الشديد الوزير السابق سي مودع، واللي لا تنقولها أنه من خلال الإجراءات الاستماع اللي تمت لا أمام السيد الوكيل العام ولا أمام السيد قاضي التحقيق فند جميع التهم المنسوبة إليه، وأكد على أساس أنه لا علاقة بالمنسوب إليه. اليوم حنا في مرحلة ديال التحقيق. قاضي التحقيق اللي كان مواجه بملتمس ديال الإيداع المقدم من طرف السيد الوكيل العام كان امامه وقت قصير باش غادي يتفاد الملف. من ثم اعتقال الوزير السابق. هذا هو اللي كاين القرار اليوم هو الايداع ديال السي مبدع وبعض المتهمين الاخرين اللي اليوم كذلك متابعين معه. للاسف ما يمكنش نعطيكم عدد الاشخاص الذين تعتقلوا لانه لا زال الاستماع ساري. انا يلا دابا لحد الساعه التهم متعلقه بالاختلاس وتبديد المال العام وبالارشاء والارتشاء وبالتزوير في وثائق عرفيه ووثائق رسميه. هذه التهم. المجموعه ديال شحال هما ديال الاشخاص؟ العدد الاشخاص المقدمين 13 شخص. 13 شخص. لا مرحبا ما كاين حتى مشكل. معذره لان المتهم للاسف انا تنقولها للاسف اليوم سي مبدع سيكون ضيف على المؤسسه السجنيه وهو في وضعيه صحيه جد مزريه. انا تنقولها كان عنده شهاده طبيه في 15 يوم، ورغم ذلك تم استقدامه من المنزل ديالو وتم تقديمه امام السيد الوكيل العام وهو بملف طبي متكامل يؤكد على اساس ان ظروفه الصحيه يعني لا تسمح بالسماع اليه، ورغم ذلك تم الاستماع اليه وتم يعني اتخاذ قرار الايداع ديالو. شكرا استاذ. لا مرحبا ما كاينش مشكل. مسكيني كنتي معنا المباشر. إذا الخبر اليقين هو اعتقال، غنرجعوا لكم بعد قليل مشاهدينا الكرام، اعتقال الوزير وتحويله إلى السجن معكشة. غنرجعوا لكم بعد قليل. كان معنا المحامي ديالو الأستاذ المسكين.